ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي معاكم اهو بنضف المطبخ. بصوا يا حبايب قلبي، انا عايزه اقول كلمتين. على فكره انا كل يوم بنضف المطبخ، يعني بصوا على البوتاجاز هو نضيف، بس انا عشان محمره عيش ما فيهوش الا شويه رده. انا مسحاه امبارح ومنضفاه حلو. الناس اللي بتقول لي انت ما بتنضفيش البوتاجاز ما بتنضفوش، بصوا يا حبايبي والله العظيم قدامكم اهو نضيف اهو، هو بس ما فيهوش الا شويه رده. كنت محمره عيش ومنضفاه امبارح. بصوا يا حبايبي اهو انا كل ما بعمل طبخه او اعمل اي حاجه بروقه وبمسحه. يعني انتوا شايفين اهو يا حبايبي، بصوا على البوتاجاز اللي بيقول لك ايه لسه انا بمسحه قدامكم اهو عشان شويه رده كانوا فيه. طبعا محمرين عيش ساعه الفطار والرده ايه بتنزل على البوتاجاز، وطبعا انتوا عارفين. بصوا يا حبايبي اهو البوتاجاز قدامكم اهو. بصوا انا موريكم البوتاجاز قدامكم اهو، شوفوا عامل ازاي اهو نضيف. يعني مش محتاج حاجه، انا بمسح بس ايه الرده، مكان الرده بتاعت العيش اهو. بصوا يا حبايبي والله العظيم انا بمسكه كل يوم بنضفه. اللي بيقول لك ده ما بتعملش حاجه، ده ما بتعملش، ده ما بتنضفش، لا يا حبايبي ما تصدقوش اي حاجه. بصوا العينه اهو باينه، يعني بصوا انتوا تشوفوا حاجه شوفوها بعينيكم. اللي يقول لك لا ده ما بتعملش، ده سايبه المطبخ وحش، دول كدابين. والله اللي بيتكلم على حد بكره هيلاقي اللي يتكلم عليه. طب انا عملت لك ايه اللي بتقول المطبخ ومش مطبخ؟ انا عملت لك ايه عشان تتكلمي عليا؟ يعني انت مش سايباني في حالي ولا سايبه اختي. يعني اخت ام جنى عامله لك ايه وبتدعوا عليها؟ بتدعوا عليها ليه؟ حرام عليكم. الدعاء على فكره انا بسمع من زمان الدعاء بيلف يلف ويرجع تاني لصاحبه. يعني اللي بتدعي على حد او بتجيب في سيره حد الدعاء هيلف ويرجع لك تاني، اعرفوا بكده، وربنا شاهد وشايف. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا اهو عايزه اوريكم كمان اهو المطبخ اهو. بصوا المطبخ اهو، المطبخ اللي بتقول مطبخ مش حلو. بص الفرش اهو، ده الفرش اللي انا ايه فرش اهو. احط بقى هنا ايه كيس زمن عشان احتاجه اهو. بصوا يا حبايبي دون بصفي فيه المعالق وبعدين احطه في الدرج. بصوا اهو مفيش حاجه في المطبخ، ازازه زيت وصفيحه السمنه والخلاط اهو، ودي طفايه اهو. في ايه؟ مفيش حاجه وحشه فيها اهو. المطبخ هو اللي انتوا عمالين تقولوا عليه وحش وحش وحش، يعني مفيش حد في المطبخ بيبقى حاطط سمنه وحاطط زيت وحاطط هي المعالق اهي نضيفه قدامكم اهو، هتتصفى قوم حطاها هنا. تعالوا بقى معايا يا حبايبي هوريكم حاجه. والبوتاجاز طبعا اهو والله منضفاه امبارح. بصوا يا حبايبي اهو البوتاجاز انا منضفاه امبارح، بصوا شكله عامل ازاي اهو نضيف اهو. تعالوا بقى معايا هوريكم المطبخ اهو. المواعين اهي مش كتير، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا المواعين مش كتير، انا هجيبكم كده عشان ايه تشوفوا ايه المواعين وانا بعملها عشان يبقى ايه باينه اهو. بصوا يا حبايبي اهو، عشان اللي بيتكلم طبعا شلت الكياس اللي انت بتقولوا عليها هنا. الاكياس دي انا حطاها، الاكياس دي انا حطاها على فكره عشان بحط فيها الزباله. يعني مثلا اهو الكيس اهو بعلقه هنا واحط فيه ايه الزباله. بصوا بقى يا حبايبي خليكم معايا اهو. وادي الكنكه اللي عاملين فيها القهوه من شويه، دي البقى طبعا كنت غسلاها اهي. دول طبعا انتوا عارفين دي ايه اهو الحاجه اللي بغسل. ودي ازازه خل اهو، ازازه الخل اهي احطها في المطبخيه اهي الدرج اهو. بس يا حبايبي بقى خليكم معايا، خليكم معايا يا حبايب قلبي اهو. انتوا شفتوا المطبخ بعينيكم والبوتاجاز. البوتاجاز ما كانش يعني انا منضفاه امبارح وغسلاه، يعني البوتاجاز ما فيهوش حاجه.
فاهمني؟ دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ هحط شويه صابون، احط شويه صابون سايبه اهو، واغسل معاكم ايه اهو، واغسل معاكم ايه المواعين. بصوا انا اهو عشان كل جلاليبي طبعا نص كم، فاهمني؟ لبست حاجه تحتها كم اهو عشان ما تقولوش ايه دراعك ومش دراعك. بصوا الميه بتتقطع اهي. هحاول اغسل بقى ايه الكوبايات الاول، نوعين مش كتير يعني. بصوا والله انا اقول لكم ايه، والله العظيم انا كل يوم، يعني في ناس هتقول لي بلاش حلفان، العينه باين انا كل يوم والله بغسل المواعين دي وبنضف المطبخ. يعني مش مستنيه حد يقول لي او اللي يقعد يتكلم يقول لي ده المطبخ سايباه معفن، ده المطبخ حرام عليكم والله الكلام ده. والله الكلام ده انتوا اللي هتتحاسبوا عليه. اللي بيقول كلمه حلوه بارك الله فيه يا رب، وربنا يخليه لعياله يا رب، ويشوف عياله يا رب باعلى المرتبات يا رب. بصوا انا مش عارفه اتكلم، لكن انا يعني قصه القناه دي لما اتفتحت، يعني انا على قد ما بقدر انا بوريكم. بص انا حتى الفيديوهات قنوات، انا بص فيديوهات قصدي، انا على قد ما بقدر بصور لكم حاجه. يعني مثلا ممكن ده طبق فيه صابون حتة صابون ده بغسل بيه الحتت دي. اختي كانت جايبه لي الله يخليها يا رب ليا وما تحرمش منها يا رب ويقومها بالسلامه. ام جنى يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما حد يدعي عليها ولا يتكلم عليها بالله عليكم، عشان اليومين دول اخر ايام لها يعني في الولاده، يعني هتولد اليومين الجايين. بالله عليكم حرام عليكم، لان اللي بيدعي على حد والله العظيم بتيجي فيه ترجع له تاني الدعاء. يعني هتكسبوا ايه ولا ايه يعني تدعوا على واحده ليه؟ وليه تتكلموا على واحده؟ يعني لو كنا يعني لو كان اليومين دول رمضان كنت هتتكلموا كده؟ طبعا لا. هينفع تتكلموا في رمضان عارفين ان انتوا ايه؟ هتخافوا من ربنا. اعتبروا الايام العاديه دي ايام رمضان. حرام لما تتكلموا على حد. لا افتح التليفون الاقي مجموعه ناس نازله عليا بشتيمه، انتوا بتاكلي العيال انت مش عارفه ايه. على فكره العيال والله احنا متعودين على كده والحمد لله العيال ما بيحصلهاش حاجه. حتى البوتاجاز المطبخ ده سايبه المطبخ بتاعها معفن. يعني بص انا داخله قدامكم اهو لقيتكم البوتاجاز عامل ازاي. يعني انا منضفاه امبارح من غير ما اصوره وكنت محمره عيش الصبح رده بس. يعني انتوا شفتوا عامل ازاي الرده اللي كانت نازله عليه. يعني البوتاجاز نضيف كانه لسه جديد. بصوا يا حبايبي، صلى على النبي وحياة حبيبك النبي، وحياة حبيبك النبي يا حبايب قلبي حطوا له اللايك. والله العظيم انا بتعب بالعيال اليومين دول، بتعب جامد جامد جامد. يعني انا ولا بشوف النوم، حتى انا ما بعرفش اعمل حاجه بسببهم. يعني على قد ما بقدر بعمل. اجي حموم بالليل زي ما بيقولوا، حموم كل يوم عشان يناموا. لو حميتهم ويناموا مفيش ربع ساعه ولا اقوم صحيين اقول يلا نصيبي بقى. بصوا يا حبايبي، بصوا بقى يا حبايب قلبي، التليفون عمال يفصل ادي اهو. بصوا يا حبايبي انا كده خلصت اهو المواعين. ان شاء الله نحط بقى. بس يا حبايبي حطوا اللايك بقى بالله عليكم يا حبايب قلبي، والله بتعب في الحاجه دي. متنسوش باللايك وكلمه حلوه، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. اهو كده انا بغسل احط اهو.
بصوا الحوض اهو، الحوض اهو، والبوتاجاز اهو مفيش. طبعا البوتاجاز وريتهولكم، اللي بيقعدوا يقولوا البوتاجاز ما بتنضفوش اهو يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايبي، دي الحله اللي انا غسلتها، هعمل فيها ايه؟ لسه غسلاها اهي، هعمل فيها ايه؟ بصوا بقى يا حبايبي، بصوا بصوا يا حبايبي، انا عايزه اعرفكم حاجه. الكيسه ده، الكيسه دي فيها عيش ناشف اهو. طبعا العيش الناشف بحطه في الكيسه هنا وعلقه لحد ايه بديه ايه في النصيب. حد غلبان، حد بيربي طيور اقوم انزلهوه. والكيس التاني ده فيه صابون سايل. بصوا يا حبايبي اهو، البوتاجاز قدامكم اهو، بصوا ادي البوتاجاز قدامكم بيبرق اهو، شفتوا؟ ما تسمعوش اي كلمه من حد اهو. بصوا وادي هي رخره الرخامه بتاعت المطبخ اهو يا حبايبي. بصوا المطبخ كانه لسه جديد اهو يا حبايبي. متنسوش اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. وادي اهو، بصوا المطبخ اهو اهو. بصوا يا حبايبي اهو، خلاص بصوا بقى اهو. يلا شوفوا وشكم بخير واستنوني في فيديو جديد. الحله ده اعمل بقى حله لسان عصفور للعيال اهو. يلا السلام عليكم يا حبايب قلبي.